متى دخل المجتمع النيولوتي في الضائقة أو متى عمل على تخطيه؟ بالإمكان سرد الشروح في هذا المضمار اعتمادا على الأسباب والدوافع الداخلية والخارجية، فربما كان تغلب الرجل على نقاط ضعفه وتحوله إلى صياد حذق وبلوغه مكانة منيعة مع حاشيته الملتفة حوله قد هدد النظام الأمومي، كما يحتمل أن تكون مهاراته في تنشئة الحيوان وتنمية النبات قد تسببت في ذلك، في حين أن أغلب مشاهداتنا ترجح احتمال صهر المجتمع النيولوتي بمؤثرات خارجية. لا ريب أن هذه المؤثرات تتجسد في دولة الكاهن ومجتمعه المقدسين. تؤكد قصص أولى مجتمعات المدنية في ميزوبوتاميا السفلى وضفاف النيل هذا الرأي بنسبة كبرى. فمثل ما ذكرنا بشكل موثق، فثقافة المجتمع النيولوتي صاعدة، وتقنيات الري في الأراضي السهلية الرسوبية قد أدتا إلى ظهور فائض الإنتاج الذي يتطلبه هذا المجتمع الجديد المتمدن بالتمحور حول فائض الإنتاج المتعاظم، والذي نظم أموره على هيئة دولة وحقق منزلة مختلفة تماما عن طريق قوة الرجل على الأرجح. فالتمدن المتزايد يعني التسليع الذي يجلب بدوره التجارة، والتجارة من جهتها تتغلغل في شرايين المجتمع النيولوتي على شكل مستوطنات كولونيالية لتنشر معها تصاعديا التبضع والملكية وقيمة المقايضة. ما يسري في المجتمع النيولوتي هو قيمة استخدام الأشياء، ويسود تقديم العطايا والهدايا عوضا عن المقايضة، وتسرع بالتالي من انحلال المجتمع النيولوتي. تبرهن مستوطنات أوروك وأور وآشور على هذه الحقيقة بما لا يشوبه أدنى شك. تأسيسا على ذلك دخل حوض دجلة والفرات العلوي والأوسط في كنف المدنية كمنطقة نيولوتية أولية، بينما كافة المجموعات الجلانية الأخرى سواء بلغت المستوى النيولوتي أم لم تبلغه قد أصبحت على الأغلب في مواجهة الهجمات الخارجية التي شنها مجتمع المدنية من جهة، وتجاه أساليب المجتمع الدولتي وممارساته في الاحتلال والاستيلاء والاستعمار والصهر والتصفية من جهة أخرى. يدل رصدنا للأحداث على مرور جميع المجموعات البشرية بتطورات في هذا الاتجاه ضمن المناطق التي قطنتها. أما المجموعات المتبقية من العهود السحيقة والمجتمع النيولوتي الذي يمكننا اعتباره الخلية النواة للمجتمع، فقد تعرضوا لسياق الانهيار حصيلة الهجمات التي شنها مجتمع المدنية على جميع المجالات كي ينتقل لاحقا إلى مستوى أعلى، لكنهم حافظوا على سيرورة وجودهم إلى أيامنا هذه كبقايا أطلال. حسب رأيي الشخصي يستحيل القضاء على المجتمع الذي يسبق المدنية، لا لكونه قويا جدا، بل لاستحالة استمرار الوجود الاجتماعي من دونه، تماما مثل ما نصادف ذلك في ظاهرة الخلية النواة. لا يمكن للمجتمع المدني أن يتواجد إلا بمعية المجتمع الذي يسبقه بكل تأكيد. هذا الأمر واقع قائم تماما كحقيقة استحالة وجود الرأسمالية من دون عمال. كذلك شأن مجتمع المدنية الذي لا تتحقق كينونته ديالكتيكيا إلا بالارتكاز إلى المجتمعات غير المتحضرة أو شبه المتحضرة. ربما تحققت الإبادات وعمليات التطهير نسبيا، إلا أن إنجازها بشكل كلي يخالف طبيعة المجتمعية ويشذ عنها. بالإضافة إلى ذلك فمن المهم عدم الاستخفاف بالثقافة الأيديولوجية للمجتمع النيولوتي الصامد طيلة مسيرة التاريخ، فحقوق الأمومة، التضامن الاجتماعي، الأخوة، الود الخالي من المنفعة والمتطلع فقط إلى مصلحة المجتمع، الاحترام، فكرة الفضيلة، الأخلاق، التعاون النزيه بلا مقابل، تقدير كل من ينتج القيم ويحيي المجتمع عن وجه حق، الارتباط بالجوهر السليم والسوي لمصطلحي القدسية والألوهية، حسن الجوار، التحسر والشوق الذي لا ينضب إلى المساواة والحياة الحرة، وغيرها من القيم الخالدة، كلها تعد أسباب كينونة هذا المجتمع أساسا، وهي في الوقت عينه قيم يستحيل زوالها ما دامت الحياة الاجتماعية قائمة. بينما قيم المدنية ولكونها مترعة بالكثير من القيم الثقافية المادية والمعنوية التي لا تفيد المجتمع بشيء، كالقمع والاستغلال والاستعمار والنهب والسلب والاعتداء والاغتصاب والمجازر والإجحاف وانعدام الضمير اللا أخلاق والإفناء والصهر، فإن وجوده داخل المجتمع يكون مؤقتا. إنها غالبا صفات المجتمع المريض والإشكالي. سأعمل في مجلد سوسيولوجيا الحرية الذي أفكر في إعداده ضمن سلسلة مجلدات مرافعاتي على تفسير كيفية تجاوز القيم المريضة والمحرفة لمجتمع المدنية،
وكيفية دمج ما يتبقى من قيم المجتمع الراسخة مع المجتمع الحر المتساوي والعادل الديمقراطي. سيكون من المفيد تناول مجتمع المدنية على 3 مراحل: أولى، وسطى، وأخيرة. لكن من المهم الإدراك يقينا أن مجتمع المدنية كل متكامل، وأنه بمقدور هذه التقسيمات تسهيل التحليل ليس إلا، في حين أنها في الواقع الملموس ستحافظ على تعقيداتها وتكاملها على صعيد الفترة الطويلة. أما أوصاف مجتمع المدنية مثل النبل واللطف، الرقة والدقة، اللياقة واللباقة، الالتزام بالقواعد، الامتثال للمعايير، ممنهج، عاقل، ملتزم بالحقوق، ومسالم، فجميعها صفات مبتدعة وملصقة به بتمام الكلمة، ولا قيمة لها سوى الدعاية. فالوجه الحقيقي لمجتمع المدنية معبأ بالانحرافات والتشويشات والأمراض الاجتماعية المخالفة لطبيعة الحياة، مثل العنف، الكذب والرياء، الخداع، الفظاظة، الحيل، الحروب، النهب والسلب، الأسر، الإفناء، الاستعباد والاسترقاق، الغدر، الاغتصاب، الإجحاف وانعدام الضمير، دهس الحقوق والإخلال بها، عبادة مبدأ القوة، تحريف مبدأ القدسية والألوهية لتسخيره في خدمة حفنة من المنفعيين، التعدي والاعتداء، التعصب الجنسوي الاجتماعي، الأكوام المتكدسة للعبيد القرويين والعمال المتسكعين، انغماس الطرف في الأملاك والترف والبذخ، وموت الطرف الآخر من الجوع والبؤس والفقر، وهكذا دواليك. لكن مجتمع المدنية يبذل جهودا مريرة وممنهجة بلا انقطاع في سبيل إخفاء وجهه الحقيقي، مستفيدا من قدراته الدعائية ومواقفه الميتافيزيقية الرذيلة الزائفة، وبتعبير أكثر علمية طالما اتبعناه، فمجتمع المدنية هو ذاك المجتمع المتنامي مع المدينة، والمتحقق مع التمايز الطبقي، والمدار بالمنظومة المسماة بالدولة. فالقرابة والتضامن السائدان في الإثنيات والقبائل قد يفتحان الطريق أمام تمايز اجتماعي في مستوى الهرمية بالأكثر، في حين أن التقسيم الطبقي وبلوغ مستوى الدولة لا يتناسب وطبيعة القبيلة. بمعنى آخر، فالثقافة القبلية لا تتناغم والثقافة الطبقية الدولتية، حيث أن الجوهر الأساس للتمايز الطبقي يكمن في الاستئثار بفائض الإنتاج المتزايد وادخاره، وفي بسط الملكية الخاصة والنهب والسلب على وسائل الإنتاج وعلى رأسها الأرض. ومثل ما يقال، فالملكية التي هي أقرب ما تكون إلى اللصوصية هي قيم مسروقة من المجتمع، وتنظيم الدولة أساسا هو الأداة الجمعية القائمة على حماية هذه الملكية وعلى توزيع مجموع فائض الإنتاج على أصحابها، أي أنها تعني تملك الشكل المنتظم للملكية وفائض الإنتاج وفائض القيمة. بطبيعة الحال فقد اقتضى ذلك طيلة التاريخ وجود الجيوش الجرارة والبيروقراطيات والأسلحة وأدوات الشرعنة. لهذا الغرض ابتكرت العلوم واليوتيوبيات والفلسفات والفنون والقوانين والأخلاق والأديان التي تدور في فلك الدولة، وعملت الميتافيزيقية الخاوية من المعاني على تزوير الأدوار الاجتماعية لجميع هذه الفئات والتصنيفات وتشويه روابطها مع الحياة الحرة. الأساس هنا هو بنيوية مجتمع المدنية، بالرغم من احتوائها على الإشكاليات والتحريفات القصوى بشأن صلاتها مع الثقافة الأيديولوجية والمادية. هذا تماما ما يعني نماء الثقافة المادية تصاعديا، لا أتحدث عن زوال الثقافة الأيديولوجية، بل يتسم وجودها بخاصيتين أساسيتين: البقاء في المرتبة الثانية والتزوير. تقتضي هاتان الخاصيتان الشرح أكثر لاستيعابهما بنحو أفضل. من المعلوم أن الكل يجمع على أن البنيوية والوظيفية هما من مصطلحات علم المعنى، فلكل بنية وظيفتها ولكل وظيفة بنيتها، وفي حالة الفوضى تعاني البنية والوظيفة من الأزمة وتواجهان التبعثر والانحلال. حينها تدخل بعض البنى المعقدة الوقتية والوظائف المتناقضة المتميزة بماهيتها الكونية حيز العمل. على سبيل المثال، فالتركيبة البنيوية للماء هي H2O، فأينما يتحقق اتحاد H2O تكون البنية قد تأسست، أما وظيفتها فتتجسد فيما نسميه بالماء الشفاف السائل، وأي تجمد أو تبخر يعني دمار بنيته الأصلية، وبالتالي فقدانه وظيفته الأصلية أو تحديد نطاقها. كما أن صنع طاولة من الخشب أو المعدن عمل بنيوي، في حين تكمن فائدة الطاولة في وظيفتها التي تؤديها.
فإذا لم تعد تلك الأجزاء الخشبية أو المعدنية طاولة تكون قد فقدت وظيفتها حتى وإن لم تفنى، وقد تتواجد طاولات عوجاء، وحينها لا مفر من حدوث الفساد البنيوي والوظيفي على السواء. كل كيان في الكون يتسم بخاصيتي البنيوية والوظيفية، وبالمعنى العام إذا اعتبرنا المادة بنية فإن الطاقة تخطر على بالنا فورا للحفاظ على هذه البنية، أي أن الطاقة وظيفة بالنسبة للمادة. وفيما يتعلق بأولوية الطاقة أم المادة، فقد أثبت علميا أن الطاقة هي الأساس، فالبنى المادية لا تتواجد بلا طاقة، في حين أن تواجد الطاقة ممكن من دون بنى مادية. من هنا ندرك إمكانية فناء المادة بنيويا واستحالة فناء الطاقة. بالطبع وعلى حد معرفتنا فإن تطوير الطاقة لوظيفتها يشترط وجود البنى المادية، فالحيوية أيضا ذات صلات وثيقة بالأوساط والبنى المادية المحدودة والراقية جدا، بحيث من غير الممكن تصور حيوية بلا مادة، أو بالأصح بلا بنية مادية مقابلة لها، وإن وجدت فنحن نجهلها. فالتكوينات البنيوية الأرقى تقتضي بالمقابل وظائف متطورة مكافئة لها. ما يقابل البنية المادية والوظيفة في المجتمع هو الثقافتان المادية والأيديولوجية، وبتقييمنا للمجتمعية نجد أنه مقابل التطور المفرط للبنية المادية في مجتمع المدنية فقد عجزت عن تطوير وظيفتها بشكل تام، بل وخسرتها. هذا ما أدى إلى تدمير بناها أيضا. أما علة ذلك فتكمن في تغاضيها وعدم التزامها، بل وإفراطها في تضييق الخناق على الثقافات البنيوية والأيديولوجية الرئيسية التي تجعل المجتمعية ممكنة. يمكننا تشبيه ذلك بالمثال التالي: إن خلط الماء بالبترول يفسد الماء، وبالتالي يفقده وظيفته. البترول أيضا سائل كالماء، لكن وظيفته مختلفة كليا. كذلك إن كان تطور الثقافة المادية معدلا ومتناغما مع تطور الثقافة الأيديولوجية، فلا يمكننا حينها الحديث عن مخاطر ذلك أو عن انعكاساته السلبية على المجتمع، بل نقول حينها أن هذه حالة طبيعية مألوفة. لكن وفي حال تطور الثقافة المادية وتكدسها في قبضة حفنة اجتماعية نخبوية، فذلك يعني فساد المجتمع بنيويا ووظيفيا بصورة عامة من جهة، وتعاظم ثقافته المادية على حساب ثقافته الأيديولوجية بالمعنى الضيق دون أدنى شك من الجهة الأخرى. باستطاعتنا توضيح أفكارنا بنحو أفضل من خلال المثال التالي: أهرامات مصر هي بنى مادية عملاقة، لكن مقابل ذلك هناك ملايين البشر الذين خسروا وظيفتهم وحياتهم وحريتهم، أي أنهم خسروا ثقافتهم الأيديولوجية. إذن المدنية شيء من هذا القبيل، فقد تشيد البنى الضخمة، وقد ترغب في إبداء عظمتها عبر بناء المعابد، المدائن، الأسوار، الجسور، الحقول، المستودعات والعنابر، وحتى الغلال والمنتوجات. فمجتمعات كهذه واردة في المدنيات. لكن ولدى البحث عن الوظيفية، أي عن قيمة الثقافة الأيديولوجية في نفس تلك المجتمعات، فما سنجده هو ضياع هذه القيمة أو تشوهها وانحرافها. بمعنى آخر، فإن حفنة منعزلة عن سواد المجتمع تفرض عليه القمع والاستغلال بلا رحمة أو رأفة، وتفصله عن ثقافته الأيديولوجية، أو أنها تمنحه إياها بعد أن تحرفها لتجرده من قيمه الثقافية الأيديولوجية الأصلية. أما هاتان الثقافتان المادية والأيديولوجية اللتان تقتات عليهما الأقلية فتقضيان إلى مجتمع مريض من ناحيتين، فهو غارق في بحر المادة ومبتور تماما عن الأيديولوجية البيئية الحرة. وما الحالات التي أسميناها بالقضايا الاجتماعية سوى ثمرة هذا التطور الديالكتيكي؟ لهذا السبب بالذات ينقطع مجتمع المدنية عن البيئة، أي أن هذا الانقطاع أنطولوجي وليس نوعيا كما يعتقد. بمعنى آخر، فكينونة مجتمع المدنية تستدعي بالضرورة انقطاعه عن البيئة، فالبيئة والأيكولوجيا سواء تناولناها بمنظورها القديم وفق تكامل الطبيعة والمجتمع، أو بتعبير علمي للغاية وفق اتحاد الطبيعة والمجتمع، تقتضي مجتمعا يتحتم فيه تخطي المعايير الأولية المكونة للمدنية، أي أنها تشترط تجاوز الطبقة والمدينة والدولة. لا أتحدث هنا عن الإفناء الفظ، بل يفترض حصول التوازن والتناغم بين الثقافتين المادية والأيديولوجية من أجل بناء مجتمع جديد. فعندما يعكس هذا المجتمع التوازن والتناغم بين الثقافتين المادية والأيديولوجية، وبالتالي التحامهما مع الطبيعة على شكل طبيعة متحررة، أي الطبيعة الثالثة حسب تعبير موراي بوكتشين،
فهذا ما يمهد الطريق للتغلب على الخلل في التناقض القائم بين الطبيعة والمجتمع ضمن مجتمع المدنية. إذا قيمنا مرحلة التأسيس الأول لمجتمع المدنية على ضوء هذا المنظور الاصطلاحي العام، فسنجده يتجلى على الفور في مشهد ثقافة مادية عملاقة. فالأهرامات المصرية وزقورات السومريين والمدن الصينية تحت الأرضية ومعابد الهند والمدن والمعابد المماثلة في أمريكا اللاتينية، كل ذلك يبسط أمامنا وجود الثقافة المادية. أما المعنى التي تتضمنه أي الثقافات الأيديولوجية فيتجسد في الجثث المحنطة، هياكل الآلهة، ومسيرة الملك في الحياة الآخرة برفقة جيوشه، أي أن المعنى قد تجمد أو أنه حرف بنحو مذهل. هذا وبالإمكان التجديد على مصطلح الأنا في الحالة النفسية للإنسان بغية إضفاء المعاني على هذه الأوضاع، لكن واضح أن المعنى الحقيقي هنا يكمن في التغيير والتحول في المجتمعية، حين ندرك استحالة أن يخطر ببال المرء مثل هذه البنى لولا وجود المجتمع أو صيرورته. تأليه الملك أيضا موضوع ذهني صرف، إلا أنها ذهنية محرفة وتدمر الذهنية الأيديولوجية الأساسية التي تحقق وجود المجتمع، وقد برزت على حساب الذهنية المجتمعية الحقيقية، فكلف ثمنها دمار الثقافة الأيديولوجية. لذلك حاربتها الأديان التوحيدية الكبرى بمقت واستياء كبيرين، واعتبرت مناهضتها سبب وجودها. أما هذا المجتمع المتمركز في المدينة والذي ينظم شؤونه كدولة طبقية، فتفسر زخمه من الثقافة المادية المتمثلة في الذهنية المنحرفة الميتافيزيقية السيئة، الخروج عن الطبيعة، التحكم بالطبيعة والتفوق عليها، وعرضها ذاتها وكأنها ابتكار خارج الطبيعة وفوقها. نفسر ذلك كله على أنه سقوط الثقافة الأيديولوجية إلى المرتبة الثانية وتعرضها للتحريف. لذا من غير الوارد القول أن هذه المرحلة استقبلت من دون ردود فعل، أو حتى بحفاوة مترعة بالحماس وخالية من الآلام، أو حتى النظر إليها على أنها معجزة. وما السرد الميثولوجي سوى تعبير خفي عن الحقيقة؟ فالميثولوجيا والوثائق الدينية المقدسة هي ضرب من أقاصيص المقاومة. أما تفسير المقاومة الأولى على أنها تمرد الثقافة الأيديولوجية فسيكون تشخيصا قيما، فالمقاومة ذات أبعاد متعددة. قبل كل شيء تتضح في رسوم إنانة تلك المقاومة العظمى للمرأة إزاء حبسها في البيت واتباعها للرجل. أما الأسوار التي أحاطت بالمدن فور إنشائها فترمز إلى تمرد كامل لثقافة الإثنيات الأيديولوجية. إذا تمعنا وغصنا في أغوار مفهوم الإله الخالق والإنسان العبد فسنلاحظ الصراع الطبقي العتيد، فاصطناع الإله الخالق قد وضع محل مفهوم الطبيعة الإله الأصلي المفرغ من محتواه. في الحقيقة عندما تقوم الطبقة الحاكمة التي لا علاقة لها بالخالق بل ومنقطعة عنه كليا بالإعلان عن ذاتها كإله مقنع مبدع عبر تزوير أيديولوجي كامل، فهي بالمقابل تقوم بوصف أعضاء المجتمع أصحاب المقدسات والألوهيات النفسية والمبدعة فعلا على أنهم خلقوا من قدراتها، لتشير بلغة ميثولوجية إلى اندلاع صراع طبقي ضروس. يتستر السقوط المتهاوي للثقافة الأيديولوجية في تلك السرود، حيث بوسعنا قراءة السرود الميثولوجية بشأن أولى مواضيع تشييد صرح المدنية، وبالأخص تلك التي تنص على خلق الإله بمهارة حاذقة وتقييمهم كشكل أيديولوجي للصراع الطبقي. وبالأصل ما من لغة أخرى للسرد والتعبير في تلك المرحلة، فالتنافس بين المدائن وتدمير المدن وحرقها هما شاهد عيان على نشوب صراع اجتماعي طاحن، كما أن السرود من النوع الملحمي وتنظيم مجمع الآلهة وعمار المدائن وأبنية المقابر جميعها تعكس بما لا يشوبه شك تلك الهوة الطبقية الحاصلة والمسافة الفسيحة المفتوحة على المجتمع الريفي. وقصص فرعون ونمرود ليست سوى وثائق تسجل مدى غور التصدعات والشروخ في المجتمع، بينما تحتوي التراتيل القبلية آثار المصاعب وحالات اليأس تجاه هجمات المدنية. تأتي تقاليد الأنبياء في صدارة المقاومات المتماسكة التي تمكنت من إيصال صوتها من مرحلة التأسيس الأولى لمجتمع المدنية إلى هذه الأيام، فأقاصيصهم التي تبتدئ بسرد قصة آدم وحواء أي أول إنسانين على وجه البسيطة تحتوي في جميع مزاياها على بصمات الثقافة الأيديولوجية. فإذا قيمنا ذهنية المدنية المتألهة حيال المجتمع النيولوتي وعالجناها بمنوال سليم لفهمها، فسنجد أن قصة آدم وحواء تمدنا بأولى رؤوس الخيط التي توصلنا إلى الصراع بين السيد والعبد.
وكيفما أنه بوسعنا تفسير محادثات آدم مع الرب على أنها مؤشر للتمييز بين السيد والعبد، فبإمكاننا الإشارة أيضا إلى أن علاقته مع حواء هي ترميز لسقوط منزلة المرأة الأم إلى المرتبة الثانية. أما نجاة نوح من الطوفان فكأنها توحي بإنقاذه المجتمع النيولوتي من قبضة السيد الجبار، إذ يحمله على متن السفينة إلى منطقة جبلية يستحيل أن تطالها المدنية ليعيد بناءها من جديد. تشرح القصة بالأصل حكاية المجتمع السومري والمجتمع النيولوتي الذي يجهد بدأب للحفاظ على وجوده. إن تقاليد هذين النبيين والتي يمكن إرجاع بداياتها إلى عهد بناء مجتمع المدنية تظهر لنا أن المقاومة موجودة منذ المراحل الأولى، وأنها تتميز بديمومة تساوي ما للمدنية منها بأقل تقدير. فكيفما يمثل تاريخ السلالات تاريخ الطبقات العليا، فغالبا ما يمثل تاريخ النبوة تاريخ الثقافات والقبائل المقاومة وتاريخ الأبطال. فجميع الأنبياء يتقاسمون نقطة مشتركة، ألا وهي مناهضة الوثنية. من الضروري التمييز بين وثنية مجتمع المدنية وبين النظام القبلي العقائدي الذي يرتكز إلى الطوطم وغيره من الرموز. فالآلهة المكومة في مجتمع المدنية تشبه نسخا من رسوم حكام المرحلة وأسيادها، جميعها بالأصل مرسومة على هيئة إنسان، والأنكى أنها تمثل الحكام البشر. هنا بالذات يكون هجوم الأنبياء على هذه التماثيل معدلا في جوهره لاستهداف الحكام، فمناهضة الوثنية تعني مناهضة الدولتية. إنها معارضة ومقاومة تجاه شتى المصطلحات والرموز الممثلة للمجتمع الدولتي المتمأسس. أما النزاعات بين الكهنة والملكيات السياسية فماهيتها مختلفة، فالكهنة يطالبون بحصتهم من المجتمع الذي أسسوه. هكذا ينشب الصراع بين الطبقات العليا، إنه صراع داخل الدولة. وبما أن الكهنة هم مبدعو الثقافة الأيديولوجية فإنهم يؤثرون بالتالي على الأنبياء ولو بشكل غير مباشر. يمثل الكاهن أساسا الفقيه الديني في الدولة، ولا يعنى كثيرا بالمجتمع المدني، في حين أن النبوة تقص علاقة معاكسة، فالنبي هو الناطق باسم المجتمع الخارج عن حدود الدولة.